ايه الأخبار شباب؟ عاملين ايه؟ أنا بقالي تقريبا ساعة وربع طالع جبل هايكنج. مش عارف ورايا مش هيخلص بيقولوا هم عاملين كيبلز عشان تطلع فوق زي الترفيك كده. ده المفروض المكان ده، بس هو عشان في هوا جامد جدا فالكيبلز يتقفلت. اللي عايز يطلع مفيش عربيات بتطلع المسافة كلها فلازم تطلع معنا. نشوف لما نطلع نلاقي فيه فوق. خلاص يعتبر وصلنا بعد ساعة وشوية. لا تستحق. تستحق جامد. بص الفيو بعد ما طلعنا. انا بادئ من حتة من تحت اعتقد انت شايف جورجيا كده كلها لسه ما رحتش المكان اللي هناك ده تقريبا. شكله حلو من هنا. في فيديو انا عملته من الحتة اللي هناك دي مش عارف تبقى باينة ولا لا. ودي الجاردن فين دي اللي احنا صورنا من عندها برضو. واو الفيو تحفة. الفيو تحفة. سبحان الله سبحان الخالق. ليه بشير معاكم حاجة زي كده؟ هي جه في دماغي وانا طاير. اي حاجة بنعملها لأول مرة بتبقى صعبة جدا. الطريق بيبقى صعب تحس ان انت بتتعب وعايز تستريح، وده مش غلط. ممكن تستريح وتكمل الطريق تاني 3-4 مرات. وانا طالع الصراحة انا مش شايف علامات اصلا ان انا ماشي في الطريق الصح ولا لا. حبيت ارجع تاني واقول لا مش مشكلة، لاني انا عارف انا ابتديت منين وعارف لو انا رجعت هتبقى قريبة، لكن انا مش عارف انا رايح فين. الطريق مش ظاهر، فانا ممكن افضل ماشي لما لا نهاية. بس عايز اقول لكم ان انتم ما تيأسوش. never give up. كمل عليها. افضل ماشي في طريقك حتى لو انت مش شايف له اي نهاية. مسيرك هتوصل وريح، ودي الريورد اللي انت هتاخدها في الاخر. ده اللي انت هتاخده. يعني انا ما عمري ما دخلت. ممكن تشوف الفيو ده من هنا كده. انا قلت الناس جدا كتير بيشكروا في المكان بس الفيو روعة. فكمل وما تيأسي. وانا كنت طالع لوحدي. هتلاقي ناس، قابلت ناس كتير كانت قاعدة رايحين في الطريق. مفيش مشكلة. ابتسم وكمل في طريقك. تمام. يلا اتمنى لكم يوم سعيد. ده المكان هنا. انا مش عارف هو ايه الصراحة. بحاول اقرا عنه. هو لسه في مكان تاني فوق اهوت بتاع الاحمر ده، وفي مطعم تاني فوق مش عارف يقدر نوصل له لا. بس دي المين بوينت هنا. يعني احنا كده نقدر نقول وصلنا. enjoy your day.